وين؟ قريب روضة خريم. هذه قعدتنا الحين أنا والشباب، بنبيت الليلة هني، بنطبخ عشانه، بنبيت عشان بكرة الصبح بإذن الله تعالى متواعد أنا والنحال نسوي لكم تغطية استكشافية مع النحال لروضة خريم لموسم شنو؟ موسم عسل زهور البرية من روضة خريم، زهور برية طبية عشبية أزهار متنوعة كثيرة جدا لأكثر من حوالي 30 إلى 40 زهر. وهذا الحاشي اللباني ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاكم الله بالخير زباين الكرام. شوفوا وين رقدنا الخيمة، نشاهد المحطة هذه. طبعا دورنا سكن هني في المنطقة هذه، في منطقة قريبة هني اسمها غيلانة أو غيلان، ما حصلنا سكن، وقت متأخر، بالأخير اضطرينا إن نرقد هني. كلهم عائلات ما شاء الله. روضة صايرة ورا الجهة الثانية. طبعا أنا وصلت الروضة أخوان الكرام مثل ما تلاحظون. هذا الحين كلها روضة خريم، في الخلف صايرة كلها أشجار طلح وسدر وربيع وزهور برية. راح أحط لكم بعدين منظر تصوير من الأعلى للروضة، طبعا مو تصويري، من السوشيال ميديا. طبعا اخوان الكرام مثل ما تلاحظون حاليا أنا متواجد في روضة خريم. روضة خريم زهور الربيع والأشجار البرية كلها في الداخل. هذا جزء من الخلايا، أحد المواقع مثل ما تلاحظون. الخلايا حاليا توه منزلها النحال فاضية ما فيها ولا أي شيء، يعني البراويز مثل ما تلاحظون الحين يتم الكشف على الخلايا. شوف البراويز فاضية ما فيها ولا أي شيء، عسل صفر. فلذلك يتم بإذن الله تعالى الحين النحل شغال على موسم زهور ربيع نجد. ان شاء الله يبغى له الشهر ان شاء الله، يبغى له الشهر تقريبا باذن الله تعالى، شهر ونص ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله ننفذ باذن الله. ندخل من الفتحه هذه اللي شايفينها امامكم. هذا المصيدة الصيد. شوفوا هذه الفتحات، شوفوا هذه الدوائر اللي شايفينها امامكم، النحل تطلع منها. لما تطلع النحله حبه اللقاح تسقط في الدرج هذا اللي شايفينه. شوف النحل حبوب اللقاح ما شاء الله طايحه من. شوفوا حبوب اللقاح اللي في ارجل النحل. شوفوا حبات حبوب اللقاح هذه اللي في الدرج ذي ما شاء الله. حبوب لقاح من زهور متنوعه بريه ما شاء الله. شوف طري، شفت؟ شوف شلون معجون نفس العجين لانه توه فرش طري. ما شاء الله توه الحين جايبه ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت رئيس الغذاء معجزه ما شاء الله. وش فائده؟ اشهر فائده له اللي عنده نقص فيتامين بي 12 حالي حق الاعصاب، حق الربيع نتصور. اي نعم حق الربيع يصير حالي مره، مو مثل حق المزارع. المزارع يدخل مع الاثل مر اي، لكن الربيع لا ما شاء الله يجي حالي مره. اي والله لذيذ جدا يا اخي. اشهر فائده له اللي عنده نقص بي 12 حق الاعصاب بي 12. المصدر الطبيعي اللي يعوضه حبوب اللقاح ما شاء الله تبارك الله. هذه اشهر فائده، لكن يسمونها ايضا الغذاء المعجزه، من فيه بروتينات، احماض مكمل غذائي طبيعي هذا، فيتامينات. شوف النحل سبحان الله يدخل من الفتحه هذه مثل ما صورت لكم من شوي، يروح فوق من الفتحات الدائريه، وبعدين حبوب اللقاح تسقط هنا. هذا اللي يسمونه اذا النحل ودى هذه حبوب اللقاح على العيون السداسيه يسمى خبز نحل. طبعا مثل ما تلاحظون هذا هو المنحل، هذا جزء من نحل الاخ النحال، احد المواقع تحت الطلحه هذه ما شاء الله. هذه نبات بس بعرفها يعني منها هذه سحرة الحنودة في روضة خريم يجمع منها بس الحنطة والشرب. هذا الحنطة والشرب. هذه الخزامة، هذه شجرة الخزامة ما شاء الله.
هذه نبتة البسباس، وفرت لكم عسلها هذه اخوانكم. هذه الربلة. هذا شنو؟ الربلة. هذه زهرة الربلة. هذا الخبيز. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هيو كذا. زهرة الخربيج. هذه زهرتها. طبعا النحل هذا النفل هذا. هذا النفل. ما شاء الله تبارك الله. هذه الفاكهة. وهذه زهور الشبرم. شفت النحل عليه؟ النحلة ما شاء الله شغالة. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. زهرة ما شاء الله ولا تحركت ها ابو سعود؟ اي ما شاء الله مستمتعة مرة. هذه زهرة السمنة. وهذا الصفار. الصفار؟ اي هذه زهرة الصفار. طبعا هذه كلها زهور برية. هذا الدبحوق. ريحة التيس الدبحوق. هذه التعلوق لحية التيس. زهرة التيس. هذه الزهرة. طبعا زهور برية متنوعة كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. الحنباز. هذا شنو؟ هذا الحنباز. توكل اوراقه بعضها ياكلها فيها جذوره زي الفجل تجي عريض. وشلون؟ زهور برية ما شاء الله متعددة جدا. هذه زهرة شنو هذا كذا؟ الخزان. هذه الخزان ما شاء الله. اوه تحطها في السيارة اللي ريحتها زينة. هذه ريحتها. هذه الحرشة. هذه زهرة الحرشة. اي هذه ما شاء الله. تسمى الحرشة. عددنا لحد الحين هني فوق 10 زهور تقريبا هذا الجثجات. إذا مو أكثر. هذه زهرة الجثجات. الجثجات. جثجات. طبعا الزهور منتشرة بكثافة عالية. هذا جزء بسيط جدا يعني تدخل داخل هناك نشوف بعدين على ندخل مد الحين النظر. بعد شوي على مد النظر. زهور متنوعة نفس هذه وأكثر. هذه زهرة العرفج. وشلون؟ شوف كم عددنا لحد الحين يمكن فوق ال 15 زهرة تقريبا. هذه الزرقاء. هذه الزرقاء اسمها زهرة زرقاء. شوف هذه زهرة الزرقاء. شوف الزهرة شلون لونها أزرق. هذا القتاد النجدي اخوان الكرام، غير القتاد حق الجنوب اللي وفرت لكم منه عسل القتاد الجبلي. هذاك مختلف تماما. هذه قتاد نجد. وهذه كذلك الحرمل. شوف الحرملة. هذه زهور الحرمل. هذه البنفسجية صح؟ البيضة. البيضة. ايه هذه شجرة العو شيء. هذه الزهرة البيضة شوفوها شلون. هذا موقع ثاني. جهة أخرى من الروضة كلها مصايد حبوب اللقاح، يعني خلايا فقط لجمع حبوب اللقاح. هذا شوفوا ما شاء الله لونه أصفر. شوف شلون طري ما شاء الله تبارك الله. شيء رهيب. كل اسبوع عن اسبوع يتغير لون النباتات. سبحان الله تطلع نباتات تو تزهق تو تبدا في التسهيل. تنتهي نباتات خلاص كانت لها فتره مزهقه. شفت شلون يعني بعد كل اسبوع تقريبا تظهر نباتات وزهور اخرى جديده. تشوف الوان جديده من حبوب اللقاح. يعني تختفي نباتات وتظهر نباتات. والله طعم حبوب اللقاح خيال. غريب. بندخل داخل مشى على الأقدام مسافة. طبعا النحل يروح من هني لين داخل. هذه يسمونها القرقاص او القريص. هذه تاكلها قسم بالله اكلتها نملت لساني والله. نمل بلساني. اي والله يحرقك، تعطيك حرقة في اللسان. هذه زهرة كثير. هذه الرمرام. ينزل عليها النحل. شوف الزهرة اصلية ينزل عليها النحل ماشي يحبها. هذه زهور الرمرام. هذا القريص اللي من شوي. هذا نمل باللسان. هذا الزحويان. هذا شنو؟ الزحويان. الزحويان.
هذه زهرة القحوان أو الأقحوان. هذه زهرة الرشاد البري او الحرف. أو الحرف. هذه نبات الحميض. وش الازهار؟ شوف هذا يوكل اوراقه هذه زهور. حامضه. شلون الحين بدأنا نتعمق شوي في الروضة. شوف شلون تمشي طيب لا كله ربيع كله زهور. شوف شلون كله زهور ما شاء الله تبارك الرحمن. القحوان البيض نص شهر الحنوة. هذا اللي لونه أصفر يسمونه الحنوة، برتقال. وهذا البيض الأقحوان. كله ربيع. طبعا على مد النظر تروح داخل ربيع، على مد النظر تمشي كله خضار كله زهور، كلها زهور ربيع. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الحنوة. شوف الجمال، شوف الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. البقاعة الوردية. شيء هذاك شنو يا سعود اللي هو الخزامة؟ لا قدام زهرتها. شوف هذه بعد الزهرة البنفسجية بعد ما ندري وش اسمها، يعني في زهور كثيرة ترى ما نعرف أساميها. جبنا لكم تقريبا أكثر من 50 زهرة. طبعا النحال ما قصر ما شاء الله تبارك الرحمن، عدد لي كثير من الأزهار ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. شوف هذا اللي لونه بنفسجي، يا سلام شوف المنظر. طبعا هذه الأقحوان اللي لونها أبيض. هاي البنفسجي شنو أبو سعود ما تدري ها؟ هذا والله ما ادري وش اسمه. يا سلام شوف المنظر، شوف الربيع، شوف العائلات هناك مستانسين منبسطين تحت الأشجار. هذه زهور الحرمل. طبعا هذا السدر البري، هذا الطلحة. زهور برية متنوعة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الربيع، شوف الخضار. طبعا تدخل داخل تتعمق على مد البصر ولا ودك تطلع من هالمكان ما شاء الله تبارك الرحمن. بإذن الله تعالى نوفر لكم عسل من هالمنطقة هذه، روضة خريم، من أكثر من 50 زهرة. عسل علاجي طبيعي متنوع الأزهار، فوائد علاجية لا تعد ولا تحصى ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الزهرة اللي لونها بنفسجي اسمها الكرش. كل ما جاء مطر شوف الجمال ما شاء الله. شوف الجمال يا سلام، قسم بالله منظر عجيب. والله شوف لونهم يا اخي، هذا بنفسجي عجيب والله. يا سلام شيء قسم بالله ما ودك تمشي تطلع من هالمكان. هذا الحنوة اللي لونها أصفر، وهذا الكرش، وهذا الأقحوان. هذا اللي اسمه خرفسي ما شاء الله تبارك الله. عطارين هذا تسيب الشاهي. هذه زهرة البابونج كذلك راح تكون من ضمن العسل. هذا اللي يبيعون العطارين، تسوي بالشاي تخدر بالشاي ممتاز جدا، تطبخ الطبخ تشربه يستخدمونه للشاي. فوائد كثيرة جدا للمعدة، هذه للقولون. هذه زهرة النفل صورنا لكم عشان تشوف كثافته ورفع. صورنا لكم شوي. شوف ما شاء الله توقف التصوير ما شاء الله تبارك الرحمن من جمال الطبيعة. ما تشوف شيء يابس والله ما شاء الله قسم بالله شيء رهيب. هذه اشجار الطلح منها في الصيف. اي معروف الطلح، معروف الطلح. تحت العوشة هذا العوشج. طبعا بنقطع التصوير لان في عائلات. شوفوا هذه سبحان الله نفس الطماط موجودة في شجرة العوشج غير الزهرة. هذه الزهرة حملها ثمرها، وهذه الثمرة. هذه تؤكل. استمتاع قسم بالله. متعة بصرية تعطيك راحة نفسية عجيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ألوان الزهور من الأصفر إلى البنفسجي إلى الأبيض. شيء شوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الحنوة، الأقحوان،
شوف المنظر، يا سلام، شيء رهيب ما شاء الله تبارك الله. هذا كله زهور الحنوة، هذه اللي لونها أصفر. شوف المتعة، متعة بصرية ما شاء الله تبارك الرحمن، تغذية بصرية. بعد اسبوع يزهر قحوان، يعني هذه يخلص عقب اسبوع تزهر زهرة ثانية. شوف القحوان ترى تو، وبعدها تبتدي زهرة ثالثة. تو طالع قحوان تو. عرفت شلون؟ زهور كثيرة جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بإذن الله تعالى راح يكون عسل مميز السنة هذه بإذن الله تعالى. هذا الشفلة طبعا يموت من البرد ثم يرجع يظهر في بداية الربيع، بدأ يطلع. عروقه تكون حية ما تموت. الحين بدأ يطلع. الحين هذه نباتة الشفلة ميتة حاليا. بدأ يبرد يظهر. تصير تقريبا شهر 4 و5 و6. ما شهر 3 تقريبا 4 يرجع سبحان الله يحيى مرة ثانية. العشر، نبات العشر بس ميت مثل ما انتم شايفين، ما في تزهير ولا شيء. بإذن الله تعالى شهر نهاية الشهر عيد نرجع ونفرج لكم العسل من روضة خريم بإذن الله تعالى. هذه جليجلة أو الجرجير البري. زي جرجيرنا بالضبط، يوكل ذا. هذه هي الجرجير البري يا اخوان. الازهاره. طبعا انا وفرت عسل. جرجير بالعاده بس حار شوي. جرجير البري ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذه زهرة الجرجير البري اللي ينتج منها عسل الجرجير البري. كذلك راح تكون ضمن عسل زهور ربيع نجد. الجرجير اللي وفرت لكم عسلها الصافي من الأردن بإذن الله تعالى راح أوفر لكم قريب. كله جرجير بري. شوفوا اللي شايفين هذه أمامكم كله جرجير بري. هذه نكل طبعا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ربيع كله خضار كله زهور كله لون أخضر، بساط أخضر ما شاء الله تبارك الله. أكثر نبات هذا خبيز كله. هذا كله يوكل ينطبخ مثل الملوخية، مفيد جدا. الأيام أحلى أيام للناس هنا. شوف العائلات ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا روضة تخريم كبيرة جدا، تقريبا 16 كيلو طول في 2 إلى 3 كيلو عرض في بعض الأماكن. طبعا هذه قعدتنا تحت الطلحة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. النحال ما قصر لف بنا روضة تخريم بالكامل. آخر شيء عطانا الحليب من مزرعته، حليب طازج فرش. أنا جاي معي طبعا عسل السدر الدوعني الملكي. الحين العسل مع الحليب. طبعا اخوان الكرام شوفوا عينكم هني استراحة بعد ما سويت لكم التغطية في عسل زهور ربيع نجد البري تحت شجرة الطلح النجدي هذه. وقفنا هني للغداء بعد ما صلينا الجمعة، الشباب يجهزون الغداء هني. وهذه الجرجير قاعد اجمع لهم الجرجير البري على الغداء ان شاء الله. وبعدين في مهرجان هني، مهرجان عسل مسوينه حق زوار الروضة، حق العائلات، مهرجان عسل خفيف على السريع مسوينه بس في الويكند. وزور المهرجان ونسوي لكم ان شاء الله تغطية على السريع للمهرجان. ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد هالمرة كبسة بط. ريحة ما شاء الله تبارك الرحمن. والرز حبة بحبة. وهذه قعدتنا. طبعا اخوان الكرام مثل ما تلاحظون هذه خيمة خاصة بالفعاليات والمهرجانات التابعة لروضة تخريم. روضة تخريم طبعا هناك العائلات يروحون يستمتعون، ودي مسوين لهم خيمة حق مهرجان عسل، فعاليات، جلسات، أسر منتجة.
هذا الشاحنة طبعا مثل ما تلاحظون تبع وزارة البيئة والمياه والزراعة. شنو شغلة هذه؟ يقومون بتوفير الخدمات وتقديم الخدمات هذه اللي شايفينها أمامكم لمن؟ للنحالين. أي نحال يبي يفرز مجانا يفرزون له العسل بشكل نظيف ومرتب، خدمة مجانية، وتعبئة كذلك، تعبئة العسل في علب يعني من وإلى. طبعا هذه الخدمة مقدمة للنحالين الصغار اللي ما عندهم أي إمكانيات وللجميع طبعا، للجميع. الحين ندخل الخيمة ونشوف المهرجان. طبعا هذا السجاد البنفسجي المعتمد في السعودية. هنا محلات العسل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا المهرجان صغير بنمر عليه ان شاء الله. سلطان للعسل البري، الدوخي للعسل البري، وادي مناحل وادي ديم. ابو عبد الله هذا ما شاء الله. ابو عبد الله السلام عليكم. هذا ابو عبد الله كان عن التعريف وادي ديم مناحل وادي ديم، خذوا منه وانتم مطمنين. انا اعرفه شخصيا يعني ما شاء الله. تسلم تسلم يا ابو. هذا السمر طبعا قوي شوي نكهته. اي هذا قوي صح. عندي عسل ما ادري يمكن الشجره شجره السرح من الاعسال المتبلوره مجري شوي. هذا من الاعسال النادره ولا لا؟ السرح من الاعسال النادره، وافضل عسل للجهاز التنفسي صح؟ صحيح. هذا عسل السرح سبق ووفرت لكم من قبل ما شاء الله تبارك الرحمن. مبين عسل سرح صافي. ممتاز ما شاء الله. هذا حبيب لقاح متنوع. هذا توي جايه امس ترى من الشمال. من الشمال ما شاء الله تبارك الله. ليش يا ابو؟ هذا حبوب اللقاح. حبيب لقاح. هذا الصمغ العربي. هذا تو جايبين امس من الشمال. هذا اللي من الذكر. طيب اللي بيسوي ولا ايش؟ سم؟ اللي بيسوي عسل. اللي بيسوي خلطه يخلط. مناحل الامانه. في شيء عندك مميز طال عمرك؟ عندنا هذا الكيسة للعسل بعد تقدرون تتواصلون معاه. الخفلان خفلان بعد ما شاء الله تبارك الله منتجاتهم جدا ممتازة. شريمي هذه جمعية نحال التعاونية. مشكلة عندهم زحمة. هذه خلية النحل. خلية نحل حاطينها هنا للزوار. تقدر تسمع صوت النحل من هنا. نسمع صوت ما نسمع إلا والله نسمع. لحظة تسمعون الصوت ولا لا؟ هذه أدوات النحال طبعا. هذه الخلايا القديمة اللي كانوا يستخدمونها سابقا. وهذه أطوار النحل تبتدي من البيضة لين ما تصير نحلة. وبس راحت العسل. هاي طبعا كلها منتجات منزلية. هنا ألعاب أطفال ما أطفال. بس هذا هو خلص المهرجان. خيمة صغيرة يعني حاطينها لزوار. سعدنا زيارتكم في واحة العسل. نحب دائما نصور لكم ونغطي لكم كل شيء أول بأول. الحين عاد نرجع إلى مملكة البحرين الحبيبة.